مرحبا أحبابي الغالين، واليوم حبيت أسوي الترند الجديد، الشاورما التركية، الدونير التركي أو يقولوا له اسكندر كباب. وهاي مثل ما تشوفون صينيتي والبخار والسلطات والمقبلات، وهذا طبقي واللبن العيران مثل ما تشوفون. الحمد لله والشكر. تعالوا يعني. وضفت هالبصل وثوم ولحم ضنا وغنم، وهذا الدهن هو اللي أكيد ليد غنم، ونص كاسة لبن وبهارات وملح فقط، بهارات شاورما. وهاي خليت المواد كلهم بست البيت، أريد أطحنهم ناعم. أنا طحنتهم عند القصاب مرتين، يعني عاد ليها تكرار، بس هسه لا حبيت أطحنهم. وهاي لية الغنم تجنن ريحتها، هاي مثل ما تشوفون بعد ما طحنتهم والمواد كلها تجانست. حبيت أحضر صينيتي أو المكان اللي راح أساوي بيه اللحم المفروم. شوفوا هاي بالشيبة قاعدة دا أسويهن. خليت ورقتين زبدة، واحدة تحت واحدة فوق. هاي دا أشيل الفوق، شوف من كثر اللي بيها وريحتها. دا نشوفها، شوفوا ما شاء الله. والحوافي اتركوها شوية بيها مجال. وهاي قاعد دا أصفط مثل ما تشوفون شلون شيش القص هيجي. وحطيتهن بالصينية، وخليت الطماطة والفلفل حتى يشتون وياخذون ريحة اللية المشوية واللحم المشوي ما شاء الله. وراح ندخلها للفرن وياكم احنا وانتو ويانا. وشوفوا هاي، شوفوا شلون بسهولة تنشال، بس تنفضها. يا عيني على الريحة والأبخرة، واو. المطبخ بالرغم من فاتحة الساحبة، بس الريحة عبت البيت كله ما شاء الله. أطيب من المطاعم، بس يعني واحد إذا مضطر بالمطعم ياخذ له لفة دونير. شوف بالرغم من تركيا معبية ما شاء الله الشاورمات، بس هذه الطريقة طيبة. وهاي لفتنا وخلينا الطحينية صديقة الشاورما، وهاي الشاورما خليناها، وسلطة البيواز، البصل والبقدونس والسماق والمخلل، وهذا العيران دا نصبه وناكل ونشرب بالهنا والعافية والسلامة والأمان. وهاي مجموعة المقبلات اللي سويتها، والبطاطس، السلطة الروسية اللي كلنا ما نستغني عنها بالمقبلات. وشوفوا اللفة شلونها تجنن. وهاي السلطة قلت لكم عليها تشهي ويا الأكلات الطيبة. وهاي المخللات ما شاء الله. شوفوا شكلها ما شاء الله. يعني شقد ما نحكي عن الوصف، عاشت ايده ابو الترند اللي قال لنا على هاي الوصفة الحلوة. وبالرغم مثل ما قلت لكم تركيا معبية شاورما، بس هاي الشاورما جنن. وباي باي.